دول اصعب 3 بيعات في العالم. بيعه الجنازه اللي هو هتموت تدفن فين، بيعه بعد الجنازه لما تموت هتاخد كام، 3 بيعه اللي هي بيعه الخدمه في المطلق. واصعب بيعه خدمه في المطلق هي الدعايه والاعلان. انا اشتغلت في الاثنين بقى، كنت شغال في التامين، في تاني اصعب بيعه في العالم. سبتها مش هروح ريل استيت وابقى راجل عاقل وابيع شقه ب1,000,000 جنيه اخد فيها 50,000 جنيه ولا ب20 مليون، لا رحت ابيع خدمه. ايه رايك؟ هنجيب لك زباين. يا سلام، بكام؟ ب100,000. طب نجرب، لا وحشه، الزبائن ما جاتش. ايه رايك هنعمل لك اعلان؟ لا الاعلان وحش. فسبت دي رحت في دي. ولما سبت برضو الدعايه والاعلان، مش لما سبتها، لما حبيت اتطور عملت حاجه ليها علاقه بالهيلث كير وفتحت عياده تجميل، فبقيت برضو ببيع خدمه، وببيع خدمه مش مطلوبه. يعني انت لو بطنك وجعك هتروح للدكتور دلوقتي. انا مش لما بطنك توجعك، انا لما انت تبقى حاسس ان دي مضايقاك شويه، ان هنا مش عارف ده عايز اعمله كده شويه، ان الخطين دول مش عاجبني شويه، اللي هو ببيع خدمه. برضو انا ببيع برودكتس بس هو لينكد بخدمه. يعني البرودكت لوحده ما ينفعش تشتريه. ما ينفعش تروح تشتري فيلر من الصيدليه، ما ينفعش تروح تشتري بوتوكس من الصيدليه، ما ينفعش تروح تشتري مكنه ليزر. ولو رحت تشتري كل الكلام ده محتاج حد ايه يعمل لك. زي ما بيعه الخدمه بتاعه الجيم ده بيعه خدمه وبيعه صعبه، والترينر بتاع الجيم ده بيعه اصعب من الجيم نفسها. انا عارف انها اتمرن، وعارف ان ده الحديد، وعارف ان ده تمرين الشيست، وعارف ان دي تمرينه الرجل، وبخش على النت وعارفها بتعمل ازاي. فالترينر بقى ان هو يقول لك يلا يا ميشو 10 2 3 4 عاش يا وحش. البيعه دي برضو صعبه. فلما تيجي تبيع خدمه فدي بيعه صعبه في المطلق. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.